النادي الأهلي ردا على الاتفاق مع هيثم عرابي على توليه منصب مدير التعاقدات كلام غير صحيح. خرجت بعض الأخبار تؤكد على أن هناك أحاديث مع هيثم عرابي من أجل توليه منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي ليرد الأهلي على الكلام ده وينفيه تماما. مؤكدين في النادي الأهلي على أنه لو كان في نية لتعيين هيثم عرابي كان الأهلي عينه من بداية شهر يناير أو حتى على الأقل منتصف يناير بعد تأخر حسم الصفقات. ولكن من الآخر كده طالما يتواجد حسام غالي في النادي الأهلي فأن هيثم عرابي لن يدخل النادي الأهلي أبدا. الحالة الوحيدة اللي تخلي هيثم عرابي يرجع تاني النادي الأهلي إن حسام غالي يكون مش موجود في إدارة النادي الأهلي، زائد كمان محمود الخطيب. لأن لو انتوا فاكرين الخطيب لما رجع تاني هيثم عرابي وقتها محمد فضل وحسام غالي تدخلوا وهددوا بتقديم استقالتهم والرحيل لو هيثم عرابي ما مشاش، وبالفعل استجاب الخطيب لرغبة فضل وغالي وقتها ومشى تاني هيثم عرابي.